ايه يا جدعان الجمال والرقي والعظمة والحلاوة والإبداع وكل حاجة حلوة دي يا جدعان. يا جدعان يعني مش متخيل. بقى عندنا مهاجم كل الحاجات دي. طيب يا اسطى، مهاجم بيسجل بيتحرك كويس ماشي، انما انت تعمل اسيستات وبتنزل اللي هي تستلم وتبقى محطة وتنقل اللعيبة اللي حواليك. ده غير انك حتى الفاولات يا جدع بتسجلها. يا جدع يا اخي، تبا لكريستيانو رونالدو واي مهاجم يجي يقارن بك يا ملك والله. ماتش الاهلي النهارده يعتبر بالنسبه لي احسن حاجه فيه، ويعتبر هي لمسات وسام عامه. هي اي لمسه ليه بتفرح الواحد كده من جوه، حتى لما بينزل يا جدعان يعني لعيب كويس. حتى في الهجمات اللي بتبقى عليك بينزل بتلاقيه بيغطي وبيدافع. ناقص يقف جول مكان الشناوي او شوبير. النهارده الاهلي بدأ الأول الماتش. قبل اكتساح سيراميكا ده كان يعتبر الكفة متوازنة، وكان يعتبر سيراميكا هي اللي بتضغط عليك من الأول خالص. أول ربع ساعة كان يعتبر سيراميكا هي اللي كانت متحكمة أكتر منك وبتحاول وبتعمل فرص أكتر. لكن بعدها ابتدى الأهلي يعمل هجمات، ابتدينا نلاقي كان في ثرو كده من قفشة لعبها كانت لوسام، بس كانت كرة يعتبر زيادة، وكان برضو في حصل كام غلطة كده من بسام. واحدة خبطها كده جت في رجل وسام اللي كان ضاغط كويس جدا، بس جت على رجله اليمين وحاول يلحقها ملحقهاش. وجت كرة برضو خبطت في دماغ إمام، كرة لفت كده بس جت بعيد عن الجون. فيعتبر الأهلي ابتدى يضغط، ابتدى اللي هو يعمل خطورة، ابتدى يتحكم بالكرة أكتر، ابتدى اللي هو ينقل يعمل فرص، بيتحكم في كل حتة في أرض الملعب. وبرضه يحصل بعدها ثرو كده من قفشة يلعبها بينية كده في العمق لإمام لعبها كده. مش عارف هي تسديدة ولا عرضية، بس المهم جت كده، بس ايه وسام ملحقهاش. وبعديها تيجي الكرة برضو لإمام يعمل فينت كده رأس المدافع ويشوط بشماله، والكرة تخبط كده وتحصل لعبكة تيجي قدام وسام اللي ما بيجليش الحمد لله يعني. يسجلها كده كرة تحك في القايم وتدخل، وكده الهدف. وهدف كان كويس جدا في آخر الشوط الأول في الدقيقة 38. فإيه تخرج بالشوط الأول إنك كسبان تبقى حاجة كويسة جدا ومريحة ليك. بعدين الأهلي فضل ضاغط وفضل مكمل، والشوط الأول يخلص 1-0. نيجي بقى للشوط التاني. الأول 5 دقايق كانت سيراميكا بتحاول إن هي تعوض الجون، وإنها تسجل فيك هدف. وطبعا الأستاذ رامي ربيعة جه يشتت الكورة، اداها لهم جت لصديق أجولا اللي اداها للقندوسي اللي كل ماتش قدامنا لازم اللي هو يندمنا اللي هو مش معانا. وبصراحة أنا نفسي القندوسي يرجع بجد. لعيب كورته عالية ولعيب كويس ومتحرك وبرضه عنده الرؤية حلوة. فدي كل حاجات اللي هي يعني تخليك تراجع القندوسي عامة يعني. آه بعدين الأهلي فضل ضاغط اللي هو يحاول يعوض الهدف. وبعدها بعدها بتاع 8 9 دقايق وسام بكرة كده من قفشة كان بيسددها، تخبط في المدافع تيجي قدام سعد سمير، وسام قبل سعد يلمس الكرة وسعد يجيب رجله اليمين. فضربة جزاء صحيحة يعني قبل العيوطين اللي مش بينافسوا، اللي كانوا اللي كانوا منسحبين قدامك وادوك الدوري قبل الصيحين دول اما يتكلموا يعني وكده. ضربة جزاء صحيحة. يدخل امام يدخل امام. انا كنت برضو مع وسام يعني ما يدخلش دلوقتي لان حصل حاجات ومناوشات وما اعرفش ايه وهري كتير كده. قلت اللي هو يعني ممكن يدخل ويضيعه، والتوقيت دلوقتي مهم. الاهلي يسجل في هدف تاني. دخل الامام بكل اريحيه، لعب كوره ممتازه جدا، ركنه كويسه. الاهلي سجل الجون التاني. بعدها سيراميكا ابتدى اللي هو بقى يضغط عليك اكتر، بقى يحاول اللي هو بكل الخطوط بتاعته بقى فاتح الملعب.
بقينا نلاقي فيه مساحات اكتر، وده الاهلي قدر يستغلها. بيحصل فاول لمروان عطية على حدود المنطقة في الدقيقة 90 91. يلعبها وسام العالمي بطريقة ممتازة. يا اسطى الحلاوة دي يا اسطى، وانا اللي قضيت عمري كلها اتفرج على فاولات ميسي ورونالدو. هدف ممتاز جدا ليه، هداف الدوري. يا جدعان امال ده لو جاي بدري بقى هيبقى هداف ايه؟ يعني في خلال كام ماتش كده ولعب اقل من فيستون مايلي ولعب اقل من الناس دي كلها وجاب هداف الدوري يعني. بس احنا مستنيين اكتر من كده، اهداف اكتر. احنا خلاص اتعودنا اللي هو بقى الروتين المهاجم بتاعنا الحمد لله بقى كل ماتش بيسجل. وبعدين تيجي كورة كده هجمة من ركنية على الأهلي يعمل هجمة مرتدة ممتازة، تيجي لوسام، وسام يلعب بوش رجله كده اسيست عالمي لعمر كمال اللي نفسي يلعب بوقت أكتر، ويلعب الكورة كده من جنب بسام بطريقة ممتازة. وتخلص الماتش على كده. سكور ممتاز، تزود صدارتك 3 نقط مهمة. 3 مباريات تكسبها كمان بإذن الله، تبقى كده خلاص حسمت الدوري. مليون مبروك للنادي الأهلي. وبرضه مبروك، حابين نشيد بكولر 17 فوز متتالي، بيعادل رقم مانويل جوزيه. حاجة كويسة جدا نشيد بيها، بمدرب ممتاز في إدارة المباريات، مدرب ذكي، مدرب بيقدر يتعامل مع الضغوطات بتاعة المنافس، مدرب بيقدر يتحكم في الريتم. كل الدعم للنادي الأهلي في اللي جاي. السلام عليكم.